ايه سر الاستبدال اللي اتقال على الممثل العالمي جيم كاري الكام ساعة اللي فاتت، واللي الناس كلها بتتكلم في غموض غريب حصل لمجرد ظهوره الاخير؟ وهل جيم كاري بعد ما تحدى الناس بتوع جزيرة إبستين حصل فيه الكلام ده؟ وايه العلامات اللي ظهرت عليه خلت الناس تأكد المعلومة دي؟ وليه كان بيعمل بعض الاشارات الصريحة والواضحة جدا عشان يبين افكار معينة للجماعات اياها؟ انتوا متخيلين تصحوا من النوم تلاقوا السوشيال ميديا كلها مقلوبة على نجم الكوميديا المفضل لينا كلنا جيم كاري؟ بس المرة دي مش عشان فيلم جديد ولا إفيه كسر بيه الدنيا، لا، القصة المرة دي مرعبة وفيها كمية غموض تخلي العقل يلف. الناس على السوشيال ميديا مقتنعة تماما ان الشخص اللي ظهر في باريس ده مش جيم كاري الحقيقي، تم استنساخه او تبديله بشخص تاني وهو ده اللي ظهر. خليك مركز معايا في الحلقة دي عشان في تفاصيل كتيرة جديدة، وده لان كل اللي هتشوفوه وتسمعوه هيغير نظرتكم تماما. هات قهوتك وتعالى احكي لك القصة، يلا بينا فلنبدأ. القصة بتبدأ في حفل جوائز سيزر في باريس، ظهور مفاجئ لجيم كاري عشان يستلم جايزة فخرية. لحد هنا الموضوع بيبان طبيعي، لكن بمجرد ما الكاميرات زومت على وشه الصدمة سيطرت على كل حرفيا. الشكل مختلف تماما والملامح متغيره، وحتى الروح اللي متعودين عليها مش موجوده. ومن هنا انتشر كلام كتير جدا على السوشيال ميديا اللي بيأكد انه ده مش جيم كاري، ده شخص بديل ليه، او بمعنى اصح نسخه او مستنسخ او دوبلير، بس ممكن ما يكونش دوبلير بشري، يعني شخص من عالم تاني والشخص ده جه عشان يلعب دور جيم كاري. وتعالوا نمسك شويه ادله واللي خلت الناس توصل للكلام ده. اول واهم دليل واللي بيعتبر صدمه لاي حد مركز، جيم كاري الحقيقي كان اشول، بيكتب ويستخدم ايده الشمال، وده ظهر في اغلب حركاته وتعبيراته الجسديه اللي كلنا حافظينها، وظهر كمان في افلامه زي فيلم ذا ماسك. لكن ركز كده في الصور والفيديوهات يا صديقي والانترفيو اللي عمله بعد الحفله، هتلاقي ان الشخص بيستخدم ايده اليمين كتير، وبيستخدمها بشكل اساسي في انه يمسك اشياء او يسلم بيها، وفي لغه الجسد بتاعته. ازاي راجل في السن ده فجاه بيغير ايده الاساسيه؟ ودي طبعا حاجه شبه مستحيله. ندخل بقى على الدليل الثاني وهو نظره العين اللي الناس كلها ركزت فيها. ايوه، جيم كاري طول عمرها كانت مليانه طاقه وجنون وحياه، وهي السر في كل تعبيرات وشه الكوميديه. لكن الشخص اللي ظهر في باريس نظراته كانت بارده وبهته، كانه بيبص في الفراغ او كأن مفيش روح ورا العيون دي. ده غير انه لون عينه اصلا بان في لقطات كتير مختلف ومطفي، كانه ده شخص تاني خالص بيبص لنا، وغير الفتحه اللي ظهرت في اخر رقبته. ومع الغموض ده كله ظهرت نظريه تانيه مرعبه بتقول انه الشخص ده لابس قناع. القناع ده قناع سيليكون متطور جدا، واللي زود الشكوك وكبر الموضوع انه خبير مكياج بريطاني مشهور بتصميم اقنعه الوجوه الواقعيه جدا نشر صوره في نفس الوقت من اوضه فندق في باريس لماسك متطابق جدا مع وش جيم كاري الجديد. هل هي صدفه ولا دي رساله مبطنه انه اللي استلم الجايزه مجرد ممثل لابس قناع؟ كلنا عارفين ان جيم كاري في السنين الاخيره بدا يتكلم في مواضيع حساسه كتير، وبقى بيهاجم سياسات، وهو من اول الشخصيات اللي هاجمت السياسات بتاعه الناس اللي ماسكه إبستين، وتقريبا كان جريء اكتر من مايكل جاكسون نفسه اللي تحداهم علانيه. وده لان جيم كاري ظهر في لقاءات كتير وكان بيعمل حركات شهيره بتبين قد ايه هو داخل في تحدي سافر معاهم، وده عن طريق ان هو كان بيعمل دايما شكل المثلث، وده بيعبر عن المثلث اللي فيه العين الواحده، وكان بيطلع لسانه وباين قد ايه هو بيتحداهم. وبنفس السيناريو اللي حصل مع مايكل جاكسون لما قرر يعمل كده وقدموا لمايكل جاكسون بعض الاتهامات ان هو بيعمل زي ما كان بيحصل في جزيره إبستين، بنفس الطريقه اتقال على جيم كاري ان هو اتعرض لنفس المواضيع دي. وبعد الكلام ده جيم كاري اللي كان كله حيويه وكان بيتكلم مع الناس بطريقه الناس حافظاها كويس جدا، زوجته فرقت الحياه وفقدها، ومن بعدها دخل في حاله اكتئاب، وظهر مره في نفس البرنامج اللي ظهر فيه زمان، بس المره دي كان بشكل مختلف تماما. دقنه طويله، نظراته غريبه جدا وغامضه، وكل الناس اللي شافت نظراته اكدت انه جيم كاري مش طبيعي. وطبعا بعد ظهوره الاخير اللي حصل الناس بدات تجمع وتربط الاحداث دي ببعضها. في الفتره اللي جيم كاري دخل فيها في اكتئاب قرر ان هو يعزل نفسه ويبعد نفسه عن الاضواء تماما. فهل اختفائه ده كان طبيعي؟ وهل الشخص اللي رجع للاضواء فجاه وبيتصرف بطريقه غريبه وبيستخدم ايده اليمين هو فعلا جيم كاري اللي نعرفه، ولا في سر كبير بيحصل في الكواليس واحنا يا دوب شايفين قشرته؟ الاسئله كتير والاجابات غامضه، وكل ما تدقق في الصور والفيديوهات هتلاحظ حاجات اكتر. انا عادل مجدي، شير كتير جدا الفيديو ده ومستني رايك ضروري. هل انت متوقع انه فعلا ممكن يكون تم استبدال جيم كاري او استنساخه عشان يظهر؟ وليه يحصل كده معاه بعد ما بعض المشاهير الفتره الاخيره بدا ينتشر عنهم كلام كتير في نفس الاطار ده؟ وهل فعلا فكره الاستبدال واستنساخ طلعت مش مجرد خيال وهي حقيقه؟ مستني رايك ضروري.